السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية ما تنساوش تصلوا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم وكالعادة كما ولفتكم ديما مع الوصفات الجديدة والرائعة. اليوم جبت لكم وصفة شوفلور يجيب البطاطا مع المقلية والمرقة البيضة تسقيوها من فوق. هذه الوصفة خصيصا اللي ما يحبوش الشوفلور، صدقوني بهذه الطريقة ما راح تحسوا كامل بطعمه، يجي بنين وخفيف. تبعوا معايا نعطيكم الوصفة وبسم الله على بركة الله. نبداو. كأول مكون أساسي تحتاجوه اللي هو الشوفلور، تشريوه من برا، تبداو تقشروا فيه كما راكم تشوفوا راني ندير في الفيديو. تقصوه لقطع صغيرة وتغسلوه مليح. تبقاو تغسلوا فيه بالماء وتضمنوا انه نحيتوا الاوساخ اللي فيه كامل. ومن بعد بالنسبه لطريقه تحضيره، في مرميطه ولا في اي كسرونه عندكم نديروا هذيك الكميه تاع الشوفلور اللي عندكم، نزيدوا لها شويه تاع ملح مع ورقه تاع رند، قطرات من الخل، والسر الاهم اللي يخليكم الشوفلور ما فيهش ريحه، هذيك الريحه اللي مش مليحه تكون فيه، نديروا 2 قطع تاع خبز ما راحش كامل يخليوكم الريحه في الشوفلور. نحط هذاك الشوفلور يطيب ونجيو للخطوة الثانية الأساسية في هذا الفيديو، اللي هي نحضروا هذيك المرقة اللي راح نسقيو بها الشوفلور. نديروا أول حاجة شوية زيت في أي كوكوط عندكم، نزيدوا لها قطعة الدجاج كما حبيتوا، سواء صدر ولا أرجل، مع حبة تاع بصلة كبيرة مفرومة، وبالنسبة للتوابل نحتاج ملعقة صغيرة تاع ملح، وفلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة تاع كركم، وشوية تاع كمون، ونزيد لهم كزبر مع راس الحانوت. نخلطوا هذاك الخليط شويه، ومن بعد نزيد لهم اهم مكون اللي هو شويه تاع حمص، ولا كيما يقولوا خوتنا الجزائريه حميصه، ونمرقوا بالماء الساخن. وبهذه الخطوات نكونوا خلصنا المرقة كثاني خطوة. درك نروحوا ثالث خطوة اللي هي اسهلهم، نجيبوا حبة تاع بطاطا نغسلوهم ونقشروهم، نقطعوهم لمكعبات صغيرة ونقليوهم. وهنا راني نملح فيها. وديراكت نديوها لزيت سخون تتقلى. بعد ما يطيب هذاك الشوفلور في الماء، تصفيوه مليح من الماء اللي فيه كما راكم تشوفوا انها كنت مديرته في كسكاس، تفرغوه في اي صحنه تكون عندكم، تجيبوا فرشيطه وتبداو تعبزوا فيه. وبالنسبه للتوابل نديروا ملعقه صغيره تاع ملح، لانه هو ديجا كان طاب في الملح، شويه تاع كمون لانه الشوفلور يبغي الكمون، وشويه تاع فلفل اسود، نزيدوا لهم شويه تاع زنجبيل، مع كميه مليحه تاع معدنوس.
ونزيدوا لهم 4 حبات تاع بيض. البنات اللي جديده معايا في القناه نقول لها مرحبا بك. هنا راح تلقاي معظم الوصفات اللي تحتاجيهم وتفرحي بهم اولادك. ما تنسينيش باشتراك باش تنضمي العائله تاعنا وتفعلي الجرس باش تلحقك اي وصفه جديده نحطها. واللي ديما معايا نقول لها ما تنسانيش بجام وكومنتار شباب باش نستمر في تنزيل هذا المحتوى المفيد باذن الله. بالنسبة لهذه الوصفة معروف انه يحبوها كبار وصغار، يعني تجي بزاف بنينة هشيشة وفي نفس الوقت توجدوها يعني سهلة. خصيصا اللي ما يحبوش البروكلي صدقوني ما راحش تحسوا كامل بطعمه، دونك ننصحكم تجربوها وما راحش تندموا. زوج ملاعق كبار تاع فارينة. وهنا كيما راكم تشوفوا البطاطا المقليه تاعي تكون ديجا وجدت، يعني الخطوه الاخيره اللي بقات لي هي نقلي هذاك الشوفلور ولا كيما نقولوا الخليط تاع الشوفلور في مقله ندهنها بشويه تاع زيت. نبدا نحط فيهم او عفوا ماشي ندهنها بشويه تاع زيت، نديرو كميه مليحه من الزيت. نجيبوا اي ملعقه عندكم ونبداو نديروها على شكل دويرات صغار. نخليوهم يتقلاو في عقلهم ومن بعد غير يحماروا من الجهه نقلبوهم ونخليوهم يتقلاو من الجهه اللي وراها. وفي اي سحنه بلا تكون عندكم نديروا لها هذا الورق تاع اللي نمسحوا به يدينا ولا اي ورق يمتص الزيت ونحطوهم فوقهم باش يمتصوا هذاك الزيت اللي فيه. والخطوات اللي بقى مراهم معروفين. ديروا هذاك الشوفلور تزيدوا من فوق البطاطا المقليه، ونديروا هذيك المرقه اللي وجدناها مع بعضانا، نزيدوا له من فوق هذاك الدجاج اللي طاب في المرقه. والتزيين يبقى اختياري، درت له انا هنا شويه تاع ليمون مع شويه تاع معدنوس او دبشه وبصحتكم يجي بزاف بنين. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقوا في الفيديو القادم مع وصفة جديدة بإذن الله.